مرحبا وأهلا وسهلا بكم بأي وقت كنتوا تشاهدوني. طبعا الكل منكم طلب من عندي طريقة عمل البانكيك من الفيديو السابق، فخلونا بالمقادير ويلا نبتدي. شاهدوا الفيديو النهاية حتى تعرفون كل التفاصيل. أول ما نبدأ عندنا هنا بيضايتين، ضفت عليهم ملعقة من الخل الأبيض، وهنا قد ما عندكم سرعة تخفقون اخفقوا بيها حد ما تتكون فقاعات. هنا ضفت ملعقتين من الشكر مال كوب، وهماتين نفس الطريقة. أنا ما استخدمت الخفاقة، سويتها بإيدي، أخاف يعني أحد ما عنده الخفاقة هاي. بالخفاقة صار بعد أكثر أحسن، كون يتكون عندكم هاي الرغوة. عندي هنا أنا ظرفين من الفانيلا راح أضيفهم بهذا الشكل، ومثل ما قلت لكم اخفقوا بالسرعة اللي تقدروا لها بهذا الشكل، يعني بحيث تحاولون تجانسون المواد بالصحيح. هنا أنا عندي رشة ملح، المفروض نضيفها بالبداية عادي. هنا أنا عندي ملعقتين من الزيت، ملعقتين أكل، وهماتين نبدي نخفق. هنا عندي كوبين من الحليب، ضفتهم فوق الخليط. طبعا ضروري ضروري حليب، بدون حليب ما تنجح البانكيك أبد. هنا نجي على الطحين، الطحين حسب طبعا اللي عندكم. أنا هنا لهاي الكمية راح أستخدم كوب وثلاثة أرباع الكوب. هسه هذا أول كوب ضفته مثل ما تشاهدون. هنا أنا هماتين أخفقه على السريع حتى ما يتكون عندكم فصوص. هنا أنا هذا الكوب الثاني ما راح أستعمله كله، راح أستعمل فقط ثلاثة أرباع منه. هنا عندي ظرف من الفانيلا كامل ضفته، وأيضا نخفق. هنا أنا طبعا انتوا عينكم ميزانكم، راح تشوفون شلون راح تتكون عندكم. هذا اللي بقى. هنا العجينة لازم تصير عندكم بهذا القوام، مثل اللبن الخاثر اللي شوية يصير نوعا ما ثخين. هنا أنا عندي الطاوة لازم تحموها، يعني ما تلتصق عندكم. طاوة ثقيلة ما تلتصق، تحموها مسبقا، يعني كلش حارة تسووها. وهنا أنا مثل ما تشاهدون انتوا بعد هنا تحكموا بالحجم، تردونها ثخينة، تردونها كبيرة، تردونها صغار. انتوا بعد شلون ما تتنوعون بيها تتنوعون. وهاي مثل ما تشاهدون الطريقة قدامكم، وأتمنى استفاديتوا من عندها، وإن شاء الله تنجح عندكم. وأي واحد يسويها يدز لي الصورة مالتها.